السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم متخصص في علم الآثار المصرية أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم على قناة هيستوريا. الصراحة كده في موضوع شاغل بالي من فترة كبيرة وحابب أتكلم فيه، والموضوع ده مسيطر على العالم كله، والموضوع ده بيأثر علينا سلبيا 100%. والكيان ده كيان مظلم دايما مسيطر على حياتنا من ساعة ما اتخلق. الكيان ده وظيفته إنه يسيطر على العالم كله، بيسيطر على الإعلام وعلى البنوك وعلى السياسة، وهو اللي بيعمل كل حاجة. هو اللي لو قال حرب قومي هتقوم، وهو اللي بيحرك الحروب، وهو اللي بيحرك الحروب الأهلية، وهو اللي بيظبط السياسات، وهو اللي بيأثر علينا في الإعلام، وهو اللي قضى على التعليم في الدول العربية، وهو اللي وظيفته انه يخلص على الدين الاسلامي وعلى رموز الدين الاسلامي واحد واحد. واهم حاجة عنده انه يخلص على كل القيادات السياسية اللي موجودة في العالم العربي واحد واحد. طبعا مش كل القيادات المؤثرة، القيادات اللي كان ليها انها تغير مجرى التاريخ العربي كله. مش هتكلم على مصر بما اني مصري، ولكن هتكلم عن العالم العربي كله. الكيان ده بيقضي على اي عنصر يقدر يفكر انه يقضي على الايه، على الكيان ده. اي شخص يحس انه تهديد بيخلص عليه، اي سياسة بيحس انها خطر عليه بيقضي عليها، اي اسلوب بيتبعه اي عنصر من العناصر اللي بتدور على الحرية والديمقراطية الصحيحة بيخلص عليها. الكيان ده هو الكيان اسمه ايه؟ اسمه الكيان الماسوني. سمعنا عن الكيان ده كتير، وسمعنا عن رموزه كتير، ومنهم الرموز العربية والمصرية والمسلمة والمسيحية واليهودية والصهيونية. لكن اللي احنا مش عارفين ومش قادرين نوصل له أساس الكيان الصهيوني. هل معظمهم ماسون؟ هل الماسون هم اللي أسسوا الكيان الصهيوني؟ هل الماسون هم اللي بيحركوا السياسة العربية برضو زي ما هم بيحركوا السياسة الغربية لمصالحهم؟ هل الماسون فعلا مسيطرين على الإعلام العربي؟ هل مسيطرين على السينما العربية؟ هل مسيطرين على الأسلوب التعليم في الدول العربية وبالأخص مصر، لأن مصر هي قلب العالم العربي وهي المحركة والدينامو في العالم العربي؟ سلاح خطير وكيان مظلم، ومحدش عارف حقيقته، ومحدش عارف رموزه العربية اللي موجودة جواه، سواء من السياسيين أو من الرؤساء أو من حتى الممثلين أو من حتى الإعلاميين. الكيان الصهيوني بيخش ويتخلغل جوه دماغنا ويحاول يسيطر على فكر ولادنا. وبالأخص لما تيجي تفكر مع نفسك كده وتدور وتقارن ما بين الفكر القديم والحديث، احنا كأجيال بتحس ان في فعلا طفرة في التفكير. بعدنا عن الأسلوب الديني، وبعدنا عن التحفظ والتحضر، وبقينا بنعمل كل شيء تحت غطاء التقدم. بقى التحرر في البيوت العربية شائع، بقى كل شخص بيطلع يتكلم عن بيته عادي، بقت البنت بتفتح الكام وتعرج اسمها قدام الناس عادي. بقى فكرنا علماني وساقط وبليد، بعدنا عن الدين. فاكر ان اتقال في فترة شخص من الكيان الصهيوني قال احنا هنتغلغل جوه البيوت العربية والإسلامية زي السرطان، وهنسيطر عليهم، ومش هنخلي البنت تفضح نفسها او احنا اللي هنفضح البنت، احنا هنخلي البنت والبيوت تتكشف من غير ما نتحرك. وقال لك من اهم الحروب الباردة اللي احنا بنتبعها هي القضاء على الدين الاسلامي والقضاء على اي عادات موروثة بتخص الدين. اصبح التحرر في البيوت، اصبح التحرر في الشوارع، اصبحنا مش عارفين نفسنا. هل احنا كنا فعلا مسلمين؟ هل احنا فعلا مسلمين او لا؟ هل احنا عندنا موروثات عربية اصيلة زي اللي كانت موجودة زمان ولا لا؟ اصبحنا ما بنبقاش عارفين نفرق نفسنا ما بين الشرق والغرب، ما بين اذا كنا احنا عرب او غربيين. عاداتنا اختلفت، اسلوبنا اختلف، حياتنا اختلفت.
بعدنا عن الدين وبعدنا عن القرآن وبعدنا عن الأحاديث وبعدنا عن كل شيء، بعدنا عن كل حاجة فعلا كانت لها ريحة حلوة. بدأنا نتخذ الاتجاه الماسوني من غير ما نحس. بدأت الأغاني والمهرجانات والأغاني اللي مش مفهومة هي اللي موجودة في المجتمع. بدأت الحلقات والقصات الماسونية هي اللي موجودة في المجتمع. بدأ يخش التفكير الشذوذ الجنسي في المجتمع. بدأنا نتسلسل من جلدنا حبة حبة لدرجة إن إحنا مبقاش عندنا جلد عربي أو جلد إسلامي. هدومنا بدأت تاخد الشكل الماسوني. لما نبص للرموز الممثلين بدون ذكر أسمائهم، اللبس العاري وأسلوبهم في الكلام، أصبح رجال المجتمع عندنا مجموعة من السفه، قليل التربية وقليل التعليم وقليل الدين. هو ده الفكر الماسوني اللي عايز يوصل ليه. ما يبقاش عندنا لا قيادة حكيمة ولا رموز حكيمة ولا تعليم كويس ولا فكر حتى ناضج وكويس. بقى تفكيرنا كله في التفاهات. أتمنى إن احنا نبدأ نفكر ونشوف الكيان الماسوني. أنا هبدأ عنده ومش هخلص دراستي عنده لحد ما ينتهي آخر محاولة من محاولاته في إنها تحاول تسيطر على العالم وبالأخص العالم العربي، سواء السياسة الداخلية أو الخارجية أو الأسلوب الإعلامي أو أي شيء. لأن الكيان الماسوني فكره إنه لازم هيسيطر على العالم كله بأي طريقة وبأي أسلوب أيا كان. وأي تهديد بيهدد الكيان ده بيحاول ينهيه وبيخلص عليه. اتكلم عن الكيان ده كتير، لكن في تفاصيل هنتكلم عنها من خلال البحث اللي هنشتغل عليه، تفاصيل كويسة جدا. وهنخش الدهاليز، بما اني بتاع تاريخ وآثار، هنخش الدهاليز اللي تحت الأرض اللي مفيش أي حد بيعرف يخشها إلا بتوع التنقيبات وبتوع الآثار. مع السلامة، تشوفوني في قناة هيستوريا.